السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة. الحمد لله يا ربي لاباس. هاني جيتكم فيديو جديد. حابة نقول للخيات الكل اسمعوني، هذا فيديو مهم ياسر. حابة زادة نقول لكم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير يا ربي، على أبواب 2025 إن شاء الله سنة خير، إن شاء الله سنة سعادة، إن شاء الله فيها كل الصحة يا ربي. صحة الأبدان هي أول حاجة في حياتنا، كنز من كنوز الدنيا معناتها الصحة. ان شاء الله كلكم تكونوا على خير يا رب العالمين. ندعيكم من قلبي، اللي عنده امنيه في حياته ان شاء الله تتحقق، اللي عنده يا ربي مرض ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه، اللي عنده صغير ولا هو معناتها متقدم على حاجه ان شاء الله ربي ينجح فيها وينجح. اللي تستنى في مولود ان شاء الله ربي يوصلها بالسلام، واللي باش تتعرس ان شاء الله ربي يهناها، والولايه كلها ربي يقوي سعودهم ان شاء الله. نتمنى لكم من كل قلبي الخير. باهي، اول حاجه اليوم حبيت اني نشارككم الجنواز، لكن قلت خلي غدوه نهبطها خير. ثاني حاجه، الفيديو هذا مهم ياسر كما قلت لكم للوخيات، بما انه سنه جديده جايين وداخلين فيها، فلذلك هذا فيديو صغرور نصيحة على الطير. أي حاجة في الدار مكسرة، ولا أي حوايج مقطعين، ولا أي حاجة مهرمشة ما تخلوهاش، ماذا بكم تطيشها. معناتها هيك اللي عندك برشا حوايج تقول لا خليه للعام اللي بعده، تو ضعاف، ولا تو ترى شنو، ولا هاو مقطع تو تخيطيه، ولا مش عارفة حاجة تهرمشت ياسر تهرت معناتها لبسة ولا طيشي. عندك البوبال عبي مدامنا اليوم 30 في الشهر، غدوة 31 إن شاء الله سنة خير. تو يعم عليكم الخير. هذه قالك طاقة الفقر هي طاقة سلبية. كيفاش؟ مثلا هاب نعطيكم حاجات من قدايا، معناتها من داري. مثلا تواني عندي الصحن هذا نورمال، تشوفوا هكا نجول الشراء هذا من هني مكسر هكا، التكسيرة اللي فيه ماهيش باهية باش نطيشه. مثلا عندي هني كاسة التاي، شوف ما باهي حتى شي. عندكم الشلخ هذا هني مكسرة هني هاكي، لازمك تطيشيها. اصلا كنا باش تشربي ولا تنديها لعبد اخر مش باهية، وباش تشربي باش معناتها هي كتقوين اللي نحكوا عليها، مش معناتها كان هي مشركة هيك ولا مكسرة لازمك تستحفظي عليها. طيشيها كيف كيف. خيتها كاسة مين هاي، هي ريتو تكسيرها هي، المهم مكسرة هذا شفتها من هنا كيف كيف. الطيشة كان عندك حوايج كيف كيف مقطعين، حوايج صغار معش يلبسهم ستيلوات، ما تقديش تعطيهم للعباد. معناتها هذه حاجة كما انت تحبي تجيك هدية ناجحة، كما معناتها حوايج ملبوس يبدا نظيف اعطي حاجة نظيفة وكانها جديدة وواحد ما في حالاش صدقي. اما فيها ستيلو فاتر ما تتنحاش كما انت ما تحبيهاش ولدك يلبسها وتحسها سافابا ما تتنحاش بحتى بردوي، ولا تريكو مقطع مهرمش، طيش البوبال. حتى الصغير هكا معناتها ما يستاهلهاش، فهمتوا؟ للوخيات كيف كيف حوايجك اللي في الخزنة، ماذا بيك تجيبي شكارة بوبال كبيرة، كان اي حاجة قابلاتك وما لبستيهاش عندك عام وتشوفي لها معلقة، صدقيها معناتها كان في ليتا بونيتا نقولوا حني ماشي مقطع ما بيع حتى، صدقي. واللي تحب تبيع خلي تبيع، هو اللي تحب معناتها كيما تحبوا معناتها تصرفوا فيها، المهم ما تخلوهاش هكا. تراكم الحاجه مع سبحان الله. تبدا عندك حاجه متراكمه. لا احنا كيف ندخل عندنا معناتها عرس، ولا عندك مناسبه، ولا عندك اي حكايه، تدخلي لبيتك وصرتوا تشوفي للحوايج اللي عندك. ما عنديش حوايج كي تجي تلبسي ما تلقي ما تلبسي، كي تجي تظهري ما تلقي ما تحطي، وهم معلقين. معناتها لازمك تطيشيهم صدقيهم، اعملي تصرفي فيهم ما تخليهمش في الدار. باهي كيف كيف لل حتى نوريها لكم، استنوني. عز عليا البرمة مي سبحان الله مكسرة عروتها من هني، أكل وشرب عليها الدهر معناتها صاير. فهمتوا؟ حكينا درنا وكل لازمها تطيش. يتهو هذه بالنسبة للزوبجي اللي في الدار، مثلا الحاجات اللي عندكم
كان زادا كيف عندك اثاث حاجه معناتها صاي ما عادش قدي تشوفي لها، ما عندك حتى حل، ريتهم من الاخير طيشوها. اليوم عكارية تحب تقول لكم شعارنا قبل العام الجديد، مازال فيه ليلتين، هي الليلة هذه وغدوة ان شاء الله. الحصيلوا اي حاجة عندك طيشاها وارتاح. والله اني نخير على روحي، نخلي بيت مثلا صالة، مثلا عندي صالة صاي ما عادش فاهم يتصلح، نقعد نخليها فارغة سقف قاع ما نخليش هيك الصالة، فهمتوني ولا؟ على خاطر سبحان الله حني حاجة ما تعجبناش بالسيف تحطها في الدار مثلا 5 سنين ولا 7 سنين ولا 10 سنين، وهيك الحاجة هيك تحسها نقولك هي طيشاها صدقاها، المهم تصرفي فيها ما تخليهاش، وجيبي حاجة اللي انت تحسها ينشرح لها قلبك هيك، وتبدي مكامزة مرتاحة ماكش متأزمة. بالحق عندنا راهي الدار مهمة ياسر، فما في الصين يظهر يقولوا فينغ شوي معناتها هما في الحاجات هذه، واني كيف يديروا البلان تاع الدار ولا الكوجينة ولا الفيجيدار لازمها من هيك، والصالة لازمها من هيك، والقبلة وانت عرفتوا تحلوا شبابيك وانت تستقبلوا الطاقة الشمس ولا الحكايات هكي، راهم بالحق قارينها علماء، احنا تو ماناش جايين من لا شيء نحكوا، فهمت؟ هو نحكي لكم اني بالدارجة، ما حكيتش باي لغة، نحكي باللغة العامية متاعنا باش تفهموني. للوخيات بالحق راهو اي حاجة موجودة في داركم معناتها وما تستعمليش فيها وهي في معناتها ماهيش بونيتا طيشة، معناتها ماهيش في كامل معناتها كيفاش باش نقولها لكم، والله طارت عليا الكلمة ما نحبش نلكلك ياسر في الكلام. ماهيش معناتها الاستعمال ماذا بيك طيشها. كان عندك حاجات تستعملي فيها ما تخليها، مش نقول توا تقول لكم عكارية معناتها طيشوا كل شيء في الدار وقعدوا هكاك، لا، الحاجة اللي تستعملها في استعمالك وما بها حد شيء تخليها لك انت، والحاجة اللي ماهيش مكسرة فاسدة مقطعة مش عارفة شنو طيشها. البوبالة هي أحق للها منك، فهمتوني ولا؟ به. وكيف ديما نقولوا حنا توا مثلا في العام الجديد باش نعمل هكي الحاجه، في العام الجديد باش ترى شنو، لا لازمك مش تقولي باش نعمل تكتبي هيك في كراسه ماذا بكم، وتقولي يعني العام هذا باش مثلا نركز على صلاتي، مثلا جيت نجول الكوتي هذا نقولوا اني مثلا نعطيكم مثال باش نركز على صلاتي ولازمني في وقتي وتفنى الدنيا كله ولازمني الحاجه هذه نديرها، دير عليها مثلا تكتبي بالستيلو الاحمر، فهمتوا؟ مثلا تقول اني في العام هذا كان عشنا حواحينا الحي، راني معناتها باش نمشي نعمل فورماسيون ولا نعمل حكايه وباش ننجح فيها، عارفه روحي باش ننجح فيها. ديما معناتها خليكم متفائلين وعارفين اللي انتم داخله نيتكم كيف انت تبدي متيقنه من روحك، وعارفه اللي انت الحاجه كي قادر عليها بالحق تقداها وسهله تجيك. به مثلا مثال اخر مثلا اني ناخذ روحي كمثال، مثلا اني كل عام نقول في اليوتيوب هذا باش نشد كل يوم نهبط يوتيوب معناتها فيديو، لازمني كل نهار نهبط فيديو يس معناتها نصيحة، نعطيكم مثلا بون بلان، نحكي لكم هم حاجة تفيدكم، فهمتوا؟ باش يعني ننجح فيه بيان سور، على خاطر 4 سنين 3 سنين ياسر ومانيش اشاك جوغ معناتها مش كل يوم اللي اني نحضر، وديما معناتها عندي كالظروف ما نتحداش في الظرف في اللي يجيني، لا نقول الظروف ولا غالب مش عارفه انا لا هاني حتى اني قلت كل يوم باش نحضر معاكم، وان شاء الله نطبقها وشجعوني ماذا بيا نتحصل يا اخياتي ونكمل نكمل معناتها 1000، مش مازال لنا على 1010، هي سيدي 10 اللي بتدخلوا ماذا بكم تعملوا ابوني. وزاده كيف السوايع يعني عملت عملة خايبة اللي هي عندي برشا فيديوهات مشيت فسختهم بعد ما وصلت معناتها 1300 1200 حاسلو تحت 700، مش عارفة شنو هي قصتهم هاكم طاروا. بعتلي كيف انغشيت مشيت
فسخت الفيديوهات يمكن 200 فيديو وراهم. أكهو الله غالب ما عندي ما ندير. بعدتالي ندمت على خاطر السوايع اللي لمدتهم مشوا، فهمتوني ولا؟ فصاي يقولك ما يفيد شيء معناتها، بعد ما تندمي شني استفدتي؟ تو معناتها ندمت ما استفدت حتى شيء، ما ينفعش ندم. ولذلك نبدا صفحة جديدة، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي كل يوم نحضر معكم. ادعوا لي، ادعوا لي من قلبكم هيك، اكتبوا لي كومنتير وقولوا لي يا عكارية إن شاء الله كل يوم تحضري معنا باش هني نتشجع ونجيكم. أنا كيما هي في الدنيا، ما عنديش ما نمسكيش، ما نحبش نمسكك. علاش؟ أنا راني نحب نتواضع كيما راني في الدنيا كيما راني هني في اليوتيوب. العباد اللي يعرفوني البرا يعرفوا عكارية هي نفسها. والحمد لله يا ربي. مش لازم علينا راه نتبدلوا، مش لازم علينا ندخلوا بعضنا، ومش لازم علينا نتقمصوا شخصية أخرى اللي هي ماكش انتي، ما تقديش تنجحي. به وانت وصلنا في آخر الفيديو، وإن شاء الله ملتقانا غدوة. سلام.